السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أهل الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل الماربل كيك او كيك ماربل زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله النهارده في صينية عادية خالص، بطريقة سهلة جدا. هنعملها باللبن الرايب. تعالى اول حاجة نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا هنا 3 بيضات، معايا معلقة خل كبيرة، كوباية الا ربع زيت، وكوباية الا ربع سكر. السكر بتاعها كده مظبوط، لو بتحبيها مسكرة زيادة زودي من الكوباية. عندي كوباية لبن رايب، وعندي 3 كوبايات من الدقيق بتاع المج الشاي العادي زي ما انتوا شايفين كده، اللي انا معايا ربيه السكر. عندي كيس بيكنج باودر، وعندي 2 فانيليا. دي كل المقادير بتاعتي. احط البيض مع الفانيليا مع الخل، وهضرب بالمضرب الكهربائي. ممكن الخطوة دي تعمليها في الخلاط او بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي زي ما انا بعمل. تمام، انا مش هحط السكر دلوقتي، هضرب بس شوية حلوين كده علشان البيض يدخله هوا كده، عشان تبقى الكيكة هشة معايا زي ما انت شفتيها كده. طبعا الخطوات دي ممكن تنفع بمضرب يدوي خالص او بالسباتشرا زي ما انت عايزه. زمان ما كانش فيه ولا ضارب ولا خلاطات ولا عجانات ولا اي حاجه، وبتطلع الحاجه كانت بتجيب ريحتها اخر الشارع. انا بنزل السكر كده زي ما انتوا شايفين على كذا مره. مجرد ما الحبه اللي انا بحطهم بيختفوا، بحط غيرهم زي ما انت شايفه كده، لحد طبعا ما اخلص كوبايه الا ربع من السكر. هفضل اقلب كده لحد ما انزلهم كلهم، وبعد كده اضيف الزيت عليها. بالشكل ده كده. انزل اخر حبه في المج عشان المج كان فيه ميه، فالسكر زي ما انتم شايفين لزق كده معايا. زي ما انتم شايفين الكيك دي هشة جدا وطرية، عشان احنا مستخدمين لبن رايب، واللبن الرايب زي الزبادي بالظبط او اللبن القاطع، فبيخلي الكيك معاكي هشة وطعمها حلو جدا وجميل. هبتدي كده اخلط كده بالشكل ده، مش لازم الخليط يفتحها معايا ولا لونه يبيض ولا اي حاجه. انا بس دخلت فيه كميه هوا زي ما انتم شايفين. طبعا الكميه دي مش اللي انا كنت لسه بادئه بيها، لا انا دخلت فيه كميه هوا. فهبتدي بقى هنزل الحاجه اللي بعدها، اللي هو الزيت او اللبن بالشكل ده كده. عايز تضربي اكتر من كده براحتك، بس بالنسبه لي كده خليط تمام. هنزل بقى الزيت بالراحه كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل برضو اللبن الرايب. بقلب تقليبه بسيطه، مش لازم ازود كتير يعني. مجرد ما الحاجه اللي انا بحطها بتختفي خلاص بوقف واحط وانزل غيرها. ده لبن رايب عادي. لو عندك لبن قاطع مفيش مشكله، لبن عادي برضو مفيش مشكله. عندك عصير تمام برضو. كل حاجه هتحطيها فيها قيمه غذائيه حلوه جدا. وقفت كده، هنزل بقى اجيب البيكنج باودر على الدقيق. طبعا رشه الملح انا بحطها ما بنساهاش بالشكل ده كده. هقلب بقى وانزل كميه الدقيق. الكميه دي هحتاج عليها كمان معلقتين دقيق علشان يبقى القوام مظبوط. هنزل كده بالشكل ده. ممكن تستغنى عن المضرب الكهربائي في الخطوه دي وتعملي المضرب اليدوي، مفيش مشكله خالص. اللي بس اللي معايا بقى لحد الدقيقه دي يا حبايبي، فضلا وليس امرك، تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو ما اشتركتيش، وتكتبي لي تعليق حلو وتصلي على النبي في التعليقات. اهم حاجه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا كده بصوا زي ما انتم شايفين الخليط افتحها معايا وكريمي جدا بالشكل ده. هو طبعا لسه خفيف، عايز كمان معلقتين دقيق. بس انا هجيب بولة دلوقتي، هاخد شوية من الخليط علشان عايزة الخليط ده يبقى بني عشان اعمل الماربل كيك. هجيب بولة كده فاضية واخد فيها شوية من الخليط الابيض، وبعد كده اضيف معلقتين الدقيق اللي انا قلتلكوا عليهم على بقية الخليط بالشكل ده كده. هنا هحط كاكاو في البولة الازاز، وهنا هحط
دقيق زيادة علشان القوام ميبقاش خفيف والكيك تهبط مني. لو انا خففت القوام بتاع الكيكة العادية مجرد ما تخش الفرن هتعلى معايا، واول ما تطلعيها هتهبط معاكي. وده سر من اسرار هبطان الكيكة، اللي انت تبقى الكيكة عالية معاكي في الفرن وكويسة، ومجرد ما تطلعيها من الفرن تحطيها برا عفوا على الرخامة مثلا، بتبص تلاقيها هبطت معاكي. وايه السر بقى؟ اللي انت طلعتيها طبعا اللي هي كانت الخليط بتاعها خفيف، وفي نفس الوقت طلعتيها وهي سخنة في الهواء، فالهواء خلاها هبطت. فلازم تظبطي قوام الكيكة ما يبقاش خفيف قوي. وزي ما انتوا شايفين انا هنا ضفت هنا معلقتين او 3 من الكاكاو بالشكل ده. ده كاكاو خام اسباني مر مفيهوش سكر خالص. هدوب كده، هزود شوية لبن تاني علشان بصوا زي ما انتوا شايفين القوام تقيل، وطبعا القوام التاني اخف منه. زودت هنا شوية لبن بالشكل ده. ادي كده خليط الكيك بالشكل ده كده اللي هو الشوكولاتة. هجيب بقى الصينية، اي قالب بقى عندك انت بتفضليه، مربع مدور شكل وردة، اي حاجة عندك، عشان حتى تحطي في كوبايات اللي هي الكرتون دي مفيش مشكلة خالص، او اللي هي الصواني الالومنيوم برضو مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده انا دهن الصينية زيت او سمنة. الورقة اللي انا حطاه ده عشان طبعا الايد بتاعتها اللي هي البلاستيك دي ممكن تتحرق في الفرن، فبحاول اغطيها بورق او ورق زبدة او اي حاجة بحيث ان الحرارة ما تكونش جاية عليها قوي بالشكل ده كده. هنزل كمية من الخليط الابيض، كمية قليلة، وبعد كده هوقف واحط كمية من الشوكولاتة برضو علشان اعمل اللي هي التدريجات دي بتاعة اللون البني في اسود بالشكل ده كده. هنزل برضو شوية من البيض الاخرانيين. طبعا انا اول ما ابتديت اللي انا انزل السوائل على المواد الجافة ولعت الفرن علشان يسخن معايا، ما بسيبش الفرن بارد. قرب مثلا ما اخلص الكيكه اقوم مولعاه وادخلها الفرن، لا مش هيلحق يستوي. لازم الكيكه تكون عشان تبقى محققه درجه الحراره كويسه وتستوي معاكي كويس. لازم تظبطي البوتاجاز الاول قبل ما تقلبي المواد الجافه على المواد السائله. ده بيبقى وقت كافي ان انتي الفرن بتاعك يسخن، في نفس الوقت يظبط لك تسويه الكيكه. زي ما انتوا شايفين انا خلصت كده خلاص. حطيت طبقه من اللون الابيض وبعد كده الشوكولاته عفوا، وبعد كده الابيض تاني وبعد كده الشوكولاته. اجيب بقى شوكه كده واعمل تموجات بشكل بس مش اكتر بالشكل ده كده. في الحركه دي بتخلي الكيكه كلها تطلع علو واحد كده، مستوى واحد، ما تبقاش حته عاليه اعلى من التانية. انا اسفه على صوتي لو صوتي تعبانه او مش واضح. ادي كيكه قبل ما ندخلها الفرن. تعالى بقى ندخلها الفرن ونطلع نشوفها بعد ما خرجت. زي ما انتوا شايفين خرجت، قعدت شويه الاول في الفرن بعد ما اتطفى الباب مفتوح، وبعد كده خرجتها على الرخامه غطيتها بغطا لمده 5 دقايق، وبعد كده هقلبها معاكم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هتتقلب معاكي بكل سهوله عشان طبعا دهنين القالب كويس. وطبعا خلي بالكم اللي هي سخنه لسه ما استريحتش، يعني ممكن تتبهدل منك، تتفرفت منك كده وتتبهدل. بس انتوا زي ما انتوا شايفين عفوا الكيكه ماسكه نفسها رغم اللي هي سخنه لسه، ما سبتهاش شويه تهدى. هي لسه طالعه من دقيقتين بالظبط ولسه سخنه. وطبعا في خلال الدقيقتين دول انا غطيت الصينيه من فوق بحاجه بغطا علشان وشها ما ينشفش معاكي وتبقى طريه. عايزه اقولك بقى ريحتها يعني فايحه جدا 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 في البيت كله. الماربل كيك او الكيك ماربل حاجه كده سهله وبسيطه، وحاجه بتفرح ولادك لما يكون فيها شوكولاته كده بالشكل ده. هي اي نعم شوكولاته كاكاو بس بتدي شكل حلو، والولاد بيحبوا اي حاجه فيها نوع شوكولاته. زي ما انتوا شايفين الكيكه هشه جدا ومستويه ولونها حلو قوي من تحت. طبعا انا مدخلتها في الفرن، حطيت تحت الصينيه صاج علشان ارضيه الصينيه دي خفيفه، فممكن تتحرق منك وتبقى لسه نايه.
ادي الكيك بتاعتنا، حاجة سهلة جدا وبسيطة، وما خدتش معايا 10 دقايق تجهيزها. مجرد ما خلصتها دخلتها الفرن، وزي ما انتوا شايفين حاجة كده تنفع للمصايف، تنفع للخروجات، الجناين، النوادي. لو عملتيها وعبيتيها في علبة كده في لانش بوكس، ولادك مثلا يشربوا بقى عصير او نسكافيه، شاي بلبن، اي حاجة، هتبقى حلوة قوي. وحاجة يعني بحاجة حلوة، وفي نفس الوقت ما خدتش معايا وقت خالص. وبرضه هتبهري ضيوفك كده لو جولك على غفلة، ولا اي حد هتقدمي له الكيك الهش الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هينبسط بيه جدا. وخصوصا لو انت خارجة مثلا رايحة مصيف او حاجة، او رايحة نادي او جناين او اي حاجة هتنفعك. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.